ايه ازيكم يا احلى ماركه في الدنيا، ماركه النورجيه. طبعا يا اخواتي قبل ما نبدا اي حاجه زي ما في الفيديو سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. طبعا يا اخواتي المفروض حابب اشكركم عن الفتره اللي فاتت دي، او بصوا بقى انا طالع على الفيديو دوت. حابب اشكركم الاول تمام قبل ما اتكلم عن اي حاجه. حابب اشكركم يا جدعان على دعواتكم، على كل حاجه كل حاجه طبعا تمام. فانزل اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. طبعا يا اخواتي حابب اشكركم عن الفترة اللي فاتت ديت. المفروض ان انا طالع الفيديو دوت عشان اقول لكم ايه اللي حصل معانا بقى بسبب المخلوق الغريب تمام. طبعا يا اخواتي ايه اللي حصل معانا وكل حاجة هطلع الفيديو ده اقول لكم كل حاجة ايه اللي حصل معانا بقى وايه الاسباب. وشكرا بقى على دعواتكم الفترة اللي فاتت، وصل لي كل حاجة. فحابب اشكركم. وقبل بقى ما نبدأ اي حاجة عشان انا بجد يا جدعان حابب اقول لكم اي حاجة تمام. طبعا يا اخواتي المفروض الف مبروك لاحلى مملكه في الدنيا، مملكه النورجيه مقدما يعني عشان احنا داخلين على 4000 تمام. طبعا يا اخواتي المفروض ايه اللي حصل معانا بسبب المخلوق الغريب. انا طالع اقول لكم الفيديو دوت إيه اللي حصل معانا وايه الاسباب اللي حصلت. طبعا يا اخواتي المفروض احنا رحنا شقه مهجوره تمام. كلمت صاحبي وكلمت محمد اخويا وانا كنا احنا الثلاثه تمام. رحنا شقه مهجوره فكنا داخلين اللي هو ايه، مفيش حاجة يعني، داخلين عادي. ابن عمي رن على ابويا تمام وقال له في اصوات تحت في الشقة موجودة والكلام دوت وتعالى. فبدل ما هو يروح رحت انا محمد اخويا وصاحبي. فدخلنا كأننا مفيش اي حاجة. فظهر لنا مخلوق غريب تمام. ما كناش عارفين نعمل ايه بقى يا جدعان وايه اللي حصل وايه اللي السبب. فطبعا يا اخواتي لما لقينا القصة هتكبر سيبنا المخلوق الغريب تمام وجرينا بقى. هو كان هيهجم علينا فاحنا هربنا من الشقه هناك. لقينا بقى جه عندنا. فابويا راح رن عليا وقال لي تعالى راجع والكلام ده، ان في صوت فوقينا على طول والكلام ده. فطلعنا كلمت صاحبه وطلعنا فوق في الشقه بتاعتنا اللي هي تحت السطح على طول. دخلنا لقينا برضه مخلوق غريب تمام. كنا احنا بنحاول يا جدعان نهرب منه باي طريقه فما كناش عارفين تمام. وكنتوا برضه بتكتبوا لي كومنتات بس ما كنتش عارف اقراها او كده بسبب ان احنا كنا مشغولين بقى بالمخلوق الغريب. وراح يا جدعان طلعنا فوق برضه، طلعنا فوق السطح فلقيناه. فيا جدعان كان بيظهر ويختفي وكان بيحصل مشاكل فوق والكلام دوت وخبط وترزيع والكلام ده. ما كناش عارفين نعمل ايه. فرحت نزلنا برضه الشقه تحت. فلما لقيت الحوار هيكبر والكلام ده رحت خدت محمد اخويا. ابويا راح كلم محمد اخويا وخده وراح وداه اسكندريه. وبقينا انا واسلام مش عارف بقى اعمل ايه بقى. اللي هو انا واسلام بس يعني اللي هو لو حصل اي حاجه يا هياخدني انا يا اما ياخد اسلام، وهتبقى قصه بقى كبيره والكلام ده. هياخد صاحبي يا اما ياخدني انا. فمن هنا او هنا فرحت. اسلام قال لي يا عم انا هكمل معاك وهنشوف بقى القصه. صاحبي قال لي هكمل معاك وهنشوف ايه القصه دي هتخلص على ايه. فقلت له خلاص ماشي يا اسطى انا وانت ونشوف. فطلعنا فوق السطح لقيناه وكان بيظهر ويختفي والكلام ده. فخدت صاحبي ونزلنا تحت نشوف ان هو اختفى خلاص مبقاش ظاهر على السطح. فاخدت صاحبي ونزلنا تحت في الشقة ولقينا بقى معاه خلقة سودا، خلقة فيها قصدي دم تمام. وعلى الحيطة وعلى الشباك وعلى الحيطان كل حاجة. المشكلة بقى يا جدعان سيبك بقى من كل ده. المشكلة هو عرف اسمي ازاي يعني. ساب اسم انا، ساب اسم اخويا محمد، وساب اسم صاحبي تمام، وجاب اسم انا. فما اعرفش هو عرف اسم رجب ازاي فما تعرفش. لقيت بقى الخلقه السوداء لقيت الخلقه قصدي الحمراء تمام. انا مش عارف معلقه معايا الخلقه السوداء ليه مش عارف. لقينا الخلقه الحمراء تمام. لقينا على الحيطه في دم على الحيطه وعلى الحيطان كلها. بصوا يا جدعان والله كانت مليانه دم. واحنا بقى انتوا عارفين الشقه دي سودا كحل ضلمه مفيهاش خالص تمام. مفيهاش حد. هي نفس الشقه موجوده برضه مقفوله مفيش حد بيطلع لها مفيش اي حاجه تمام. فرحت كلمت صاحبي وقلت له تعالى ونطلع. فيا جدعان فاحنا مش عارفين بقى نعمل ايه. فلو تلاحظوا كنا احنا نولع في الخلقه في اخر الفيديو الجزء التاسع. لو تلاحظوا كنا احنا نولع في الخلقه فما كناش عارفين مش راضيه خالص. فخدنا الخلقه اللي هي فيها دم ديت وطلعنا فوق على السطح والكلام ده. فلقينا فيها ايه بقى؟ لقينا بقى هو جاي ورانا
ان الخلقه دي اصلا متحكمه فيه هو، يعني متحكمه فيه، اللي هي ماسكه فيه هو، يعني هو اللي هو ايه، هي اللي ماشيه بمعنى الكلمه. فاخدت الخلقه وطلعنا فوق تمام. فجينا نولع فيها. الولاعه مشكله ما كانش بيتولع كمان، ان هو متحكم في الولاعه كمان تمام. لو بتلاحظوا في الجزء التاسع كنا بنولع بالولاعه مش هتولع. كلمت صاحبه قلت له هتولع، خدت منه ولاعه فبنولع مش هتولع برضه. جربنا يجي 3 ولاعات 5 ولاعات لكن مش هتولع. فخدنا الخلقه في اخر لحظه بقى راحت ولعنا بقى، ولعنا حته كده ولقيناها اتطفت على طول. خدنا الخلقه ونزلنا انا وصاحبي تحت في الشقه تمام. خدتها ورحنا ولعنا بالولاعه برضه لقيناها ولعت. فخدناها بقى رحنا حطيناها على المطبخ. ولعت بقى في الكيس اللي كان فيه دم برضه، وكان فيه كيس فيه دم، وجوه في الحمام برضه لقينا فيه دم، وعلى الحوض وعلى الارض والكلام ده. خدناها كانت بتتولع يا جدعان حتت، يعني كنا نولع فيها تطلع تتقسم كذا حته في كوره في كوره في كوره والكلام ده. جينا ولعنا فيها والكلام ده. ولعنا بقى في الكيس. وكان برضو في الاول خالص بقى كان فيها يا جدعان ورق اساسا متحكمه فيه هو، يعني اما احنا ولعنا في الخلقه وما اترماش على الارض. ما ولعنا في الخلقه لقينا برضو اترمى على الارض خفيف، وبعد كده راح ايه الكلام ده. ولعنا بقى في الخلقه، ولعنا في الورقه دي ما كانش نعرف، ما كناش عايزين نصورها، او احنا ما صورناش اساسا، علشان لو كنا صورناها كان هيحصل، كانت المشكله بقى كانت هتكبر اكتر ما هي كبيره اساسا لوحدها تمام. بس ولعنا في الخلقه وولعنا في الورقه وخلصنا الحوار دوت كده يعني. بس فالمفروض بقى يا جدعان كان اللي هو بيظهر ويختفي. ولعنا بقى فيها، دخلنا بقى المطبخ لقينا بقى ايه هدومه هي اللي موجوده. فاحنا ما رضيناش نولع في الهدوم عشان ما تحصلش بقى مشاكل والكلام ده. فهو كده خلاص احنا انتصرنا عن المخلوق الغريب. هو كده بقى ايه لحد دلوقتي احنا بقالنا 3 ايام 4 ايام مفيش حاجه، مفيش اسرار عنه، مفيش اي حاجه عنه او اي حاجه. لحد دلوقتي مفيش اي حاجه عنه او مفيش حاجه ظهرت لحد دلوقتي. فالحمد لله يعني. وصاحبي برضو كلمني امبارح وقال لي راجع في حاجه ظهرت تاني، قلت له لا. بس فالمفروض يا جدعان محمد ابو خالد لحد دلوقتي هو لسه في اسكندريه تمام. فالمفروض ان هو راجع بكره ان شاء الله، وهنبدا بقى نصور لكم بقى مقالب وتحديات. فطبعا يا احلى مراكب الدنيا، نشوفكم في الفيديو الجاي. انزل اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. نشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.